سيدي القوم حسنك عم بعينك. الأوصاف اللي يخوف ولا يخوف. والله سبيتشو يخوف. خل مع صاحبك مطبخ الحمار. قولها حلوة ما فيش كلام. لما بالزيدان يقول الكلمة لازم الكل يطيع. أول شيء سعيد وفرحان وفخور أن إضافة إلى وجود كل ناطحات السحاب اللي حولنا متواجد أمام ناطحات سحاب كل واحد في مكانه ومجاله وتخصصه. هذه الثلاث وجوه اللي أمامي اليوم لا تجتمع كثيراً، وإذا اجتمعت تجتمع دائماً على إنجاز شيء عملي حلو ومهم. في من بين الأشخاص اللي يجلس أمامي شخص ساهم في تأسيس مسرح مهم اليوم كلنا نتابعه ونعرفه، اللي هو مسرح عجمان. ترأس مسرح الشارقة في فترة من فترات حياته. أيضاً الشخص الآخر اللي يجلس على الطاولة ترأس مناصب كثيرة في الدولة، وكان أهمها وأبرزها شيء له علاقة في الثقافة. على الجانب الآخر أيضاً يجلس إلى جوارنا اليوم شخصية ساهمت في اختيارات المحتوى اللي يعرض عبر واحدة من أهم الشاشات الخليجية والعربية، وهو تلفزيون أبو ظبي. صناعة المحتوى والدراما التلفزيونية اللي قدمت من خلال هذا التلفزيون لسنوات طويلة أشرف عليها. إذا بتكلم بقول وايد أشياء وأرجع للنقطة الأساسية والرئيسية بأن المعروف لا يعرف. أستاذ أحمد الجسمي، أهلا وسهلا فيك، وسعيد جدا بقبولك دعوتنا ووجودك معنا اليوم. فنان كبير وقدير من دولة الإمارات العربية المتحدة. الله يحفظك ويبارك فيك، وشكرا على هالمقدمة الجميلة الرائعة، وسعيد جدا أن أكون متواجد مع أخواني دكتور حبيب وأخوي عيسى كايد. بالفعل أيضا سعيد بتواجد نجم قدير وفنان كبير الأستاذ والدكتور حبيب غلوم. أهلا وسهلا فيك، وسعيد جدا بتلبية دعوتك ووجودك معنا اليوم. حياك الله عزيزي، بالعكس أنا أتشرف أيضا. تدري إحنا ما نتأخر عليكم وعليك أنت بالذات. الله يحفظك. وسعيد أن أكون متواجد مع الأخوة الزملاء، وربنا يسهل إن شاء الله. الله يحفظك إن شاء الله. الأستاذ عيسى الكايد، مدير الدراما واختيار المحتوى في تلفزيون أبو ظبي. أهلا وسهلا فيك، وسعيد جدا بتلبية دعوتك. يا مرحبا بك، والله يا أخي السعادة في شوفتكم، ويا مرحبا بكم بيننا، وأشكرك وأشكر كل اللي معاك والأساتذة اللي معانا، وشكرا انك جمعتنا، احنا من زمان ما التقينا ويا بعض. الله. متى اخر مره التقيتوا مع بعض؟ يعني الاستاذ عيسى واستاذ احمد اخر مره التقيتوا متى؟ والله اخر مره ظني في تليفون كنت تتنازع. نتضارب يا لا احنا انتوا اخر مره التقيتوا دراميا متى؟ نلتقي خلف الكواليس دائما الحمد لله. الحمد لله. يعني حتى نتعارك نتهاوش نتضارب، لكن كله لله الحمد لنصل نتيجه جميله. يعني عقب هذا العمر مسؤوليه كبيره امامنا. صحيح. في بلادنا في الامارات وعلى مستوى الخليج. صحيح. ان احنا نكون ايضا نقدم شيء متطور، فيشيل هم التطوير في التلفزيون واحنا نشيل هم التطوير في المسرح، والله يقدرنا نقدم شيء يعني. آخر مرة التقيتوا تلفزيونيا متى؟ تلفزيونيا ست الحسن. ست الحسن. اي صح. إيه. يلا ان شاء الله نرجع ونلتقيكم او نشوفكم دائما متواجدين في الاعمال التلفزيونية. شنو اشربكم، شاي ولا قهوة؟ شاي ولا قهوة؟ لا قهوة. شاي ولا قهوة؟ انا طالع الوعاء. الغوري هذا حلو،
عطني الحين قهوه ايه وتالي عقب عطني شاي. حاضر من عيوني دكتور. انا باخذ شاي. شاي اوكي. الإمارات مدينة الصناعة والإنتاج. في مطلع التسعينات الله يسلمك بدأ الاهتمام بالمنتج الإماراتي أو الصناعة الإماراتية. كان هذا الأمر واضح جدا في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال البرامج ومن خلال المسلسلات وغيرها، حتى يعني أن تم استقطاب أهم النجوم الخليج والوطن العربي وقتها، ومنهم أيضا الفنان القدير الراحل الأستاذ عبد الحسين عبد الرضا لإنتاج أو لعمل مسلسل مرمر زماني. أبي أبتدي معاك دكتور حبيب ونتكلم عن قيمة ونتائج من هذه النقطة، قيمة نتائج وتجربة مرمر زماني على الساحة الإنتاجية الدرامية الإماراتية. يعني شوف احنا في وقتها أن نوقف أمام عبد الحسين عبد الرضا الله يرحمه، الله يرحمه، هذه قيمة لا تضاهيها أي قيمة بالنسبة لنا كشباب في ذاك الوقت. وأيضا كان هناك مخرج أيضا مثل نجلة أنزور، يعني أيضا قطب من أقطاب الإخراج على مستوى الوطن العربي، وأيضا يعني أكيد تعلمنا منه، بالإضافة إلى أن في مجموعة كبيرة من الفنانين الإماراتيين كانوا في هذا العمل. اليوم احنا نجري ثمار ذاك التعاون. يعني اليوم لو تسأل الأخ عيسى، اليوم الركيزة الأساسية بأنه أنت تعمل في شيء يسمونه بان أربز، احنا نقول بان جالف. يعني نعمل أعمال خليجية مشتركة، نحاول نوجد صيغة من خلال هذا العمل المشترك سواء في اللهجة المحكية أن تكون لهجة بيضة تكون متعارف عليها بالنسبة للجميع، وأيضا أن يكون هناك خليط من وتمازج بين الأدوار والشخصيات أو الفنانين اللي يشاركون، بحيث أنك أنت تعمل توليفة جميلة. يعني وأنا كمنتج دائما أحس أن هذه مسألة جدا مهمة عشان أنت توصل مسج، أن تختار ناس أنت في المقام الأول تقتنع فيهم كفنانين، وبالتالي هذه المصداقية اللي تكون موجودة في فريق العمل تنعكس على المشاهد. فأتصور أنه من نتاجات مرمر زماني أو أي عمل آخر، أكيد هناك أعمال كثيرة قدمت، اليوم احنا نجني ثمار هذه يعني البداية اللي كانت بداية حقيقية. حقيقة يا ابو خلي انك هالمرة بيضتها. ايه هالمرة محامي مو قبل خرطي. أبا عليك يا ابو علي، هذا شغلي. لكن يا الشيطان شلون ياتك الفكرة؟ ايه الحين محامي مو قبل خرطي، شلون ياتك الفكرة الجهنمية؟ مو محامي بس، انا بسميك المحامي الساحر. اي والله مثل ما قلت لك يا ابو علي، لازم تخلي هذا بينك وبينه، ما تضيع الفرصة، لأن مطواش يا ابو علي إذا طلب من عيسى شربت بن بيذان مبلغ كبير وما قدر يدفع، راح البيت. عيال ما عرفتني بعدك، كأنك بتطيح من عيني. أنا لا حطيت بالي بشيء، ما عرفتني. أنا البيت هذا أبيه، يعني أبيه، لو على قصر قبتي أبيه، لو أدفع فيه 10 ملايين درهم هم أبيه. اليوم احنا نجني ثمارها. يعني أنت تكلمني عن مسلسل شاركت فيه في ذاك الوقت مع عبد الحسين عبد الرضا الله يرحمه. الله يرحمه. آخر مسلسل أنا شاركت مع سعد الفرج الله يحفظه ويطول في عمره. آمين. فهذه أقطاب طبعا. المسألة كانت يعني يمكن في ذيك المرحلة في التسعينات كانت مسألة اقتناع بأن احنا نبي نبتدي صناعة حقيقية ورسمية. أستاذ أحمد، يعني على الرغم من أن اليوم الإعلام والدراما في الإمارات مزدهرة طبعا ورائعة، إلا أنها ما بدأت تنبشر مثل جارتها الكويت. شنو كان سبب هذا التأخر في هذيك المرحلة؟ لا احنا شوف لازم نعترف بحاجة إن دائما نكررها، إن إذا كانت مصر هوليود العرب فالكويت هوليود الخليج، وهذا قدرنا وإحنا يعني راضين بهذا القدر، لأن من 50 أو 60 من زمان بادين قبلنا يعني. ولا بد أن هذه الخطوات اللي تسبقنا أدت إلى بروز نجوم، وأدت إلى يعني دعم الإنتاج وكثرة الإنتاج،
نحن الحقيقه بدينا وجود الاكاديميه بعد هذه ناحيه يعني ثانيه ايضا تفرغ 100%. طاقات ابداعيه شبابيه. راح نتحدث عن موضوع الاكاديميه ان هي تفرغ بالضبط مثل ما قلت، يعني فنانين كثار بين ايدك يعني. لكن احنا نتكلم عن الجانب ليش تاخرنا؟ احنا ما تاخرنا، احنا مع بدايه الاتحاد كانت هناك نهضه في كل نواحي الحياه الحقيقه يعني. واذكرك بشيء يعني، او الاخوان يذكرون، احنا لما بدت الدراما في تلفزيون ابو ظبي، تحديدا تلفزيون ابو ظبي، مثل ما تفضلت كانوا معظم الفنانين من الكويت كانوا في ابو ظبي موجودين. يعني الله يرحمه كاظم القلاف كان مخرج نعم. واذكر حتى سووا واشتغلوا يعني مسلسلات كثير. انا مثلا اذكر منهم استديو عجمان بعد، يعني حتى مو استديو عجمان هذا جانب اخر اللي عرف الوطن العربي كلهم على الامارات من خلال استديوهات عجمان. وجميع الاعمال المصريه هذيك الايام اللي كانت تروح اليونان كانت تصور في استديوهات عجمان. حسين الصالح الله يرحمه ما هو اخرج مسلسلنا اللي كان في الجزيره الحمراء. زين، فكان كتلة من النشاط وبداية تحرك مش فقط على مستوى التلفزيون، حتى على مستوى المسرح. معظم الأساتذة الكبار في تلك الفترة حضروا، وإحنا كان لنا نصيب يعني، محظوظين أن تعاملنا مع أساتذة، مع دكاترة، مع مدارس مختلفة في فن المسرح. نعم. وقدمنا على مستوى الدراما التلفزيونية نشاط بصراحة، حتى أن تلفزيون دبي ومع تلفزيون ابو ظبي كانوا ينافسوا بعض في الداخل يعني. بدأوا بالإنتاج. لما يكون مرمر زماني في دبي، احنا كان عندنا هناك أعمال كثيرة يعني، عائلة بوغانم، على أعمال كويتية أخرى، على أعمال تراثية، فكان في نشاط. وأيضا من ناحية ثانية مثل ما تفضلت استوديوهات عجمان. فالإمارات لما بدت بانطلاقة كبيرة. نعم. هل كان في خطة أستاذ عيسى في ذيك المرحلة؟ وش اللي كان يميز هالخطة؟ والله شوف، أكيد أي عمل، طبعا احنا قاعد نتكلم عن بداية التسعينات، ما في شك. اليوم الأساتذة اللي الكلام اللي تكلموا بدوا فيه، أكيد إنه هو كان في تخطيط. اليوم نحن قاعدين نمشي عليه. هم النواة الطيبة اللي هي بدت، والأساتذة اللي كانوا معاهم واللي كانوا قبلهم موجودين. احنا اليوم قاعدين نجني تعب اللي هم سووا، وقاعدين نحاول ان احنا اليوم نكبر من كثر ما ان الخطة بعيدة المدى اعتقد يعني. بالضبط. وشوف سيدي، اليوم يعني الخبرات الكبيرة والاساتذة هذول الموجودين، واللي طلع بعدهم، ونحن هنا بعدهم واشتغلنا بعدهم، والان نشتغل نحن معاهم. والتحدي لا زال موجود عندهم وعندنا، ان نحن اليوم كيف نرتقي في الدراما في الامارات الى افضل المحافل الدولية إذا صح التعبير اليوم، حتى وليس الخليج. عندنا اليوم أفلام وعندنا غيرها قاعدة تشارك في مسابقات مهمة دولية. التحدي يعني انوجد من هذه السنين، وإحنا قاعدين اليوم نجني وقاعدين نفكر كيف راح يوصل، لأن هذه المسألة ما راح توقف عند أشخاص. بالعكس، إحنا اليوم الحمد لله الدعم موجود، وقاعدين نفكر كيف إن هي بتصير في الأيام إن شاء الله القليلة والأيام البعيدة إن شاء الله. إن شاء الله. في منتصف التسعينات كان في نقلة في تاريخ التلفزيون الإماراتي، وتحديدا أيضا المحطات الإماراتية. كان في اهتمام حتى في موضوع شعار المحطة، إذا نتكلم عن أبو ظبي أو نتكلم عن تلفزيون دبي. كل واحد من القنوات كان يتنافس مع القناة الأخرى كيف يجذب المشاهدين وكيف يجذب أيضا الأعمال الضخمة والكبيرة. وأذكر أن في ذيك المرحلة كان في تعاونات مع القنوات والمنتجين العرب، كان من خلال الأعمال السورية. يعني أنا أذكر مثلا على سبيل المثال، بما أنك ذكرت نجدة أنزور، أذكر الجوارح والكواسر، كان إنتاج مشترك أعتقد ما بين أو إنتاج إماراتي بحت لعرض هذه النوعية من الأعمال. أستاذ عيسى، ليش تمت الاستعانة بالأعمال السورية والعربية وإنتاجها من خلال الإمارات؟
والله شوف، ما في شك انت اليوم عشان تكبر يعني رقعة الدراما في الموجود، انت لازم مثل ما بدأ الدكتور حبيب اليوم، عندك اساتذة مهمين انت تحتاج تجيبهم اصلا عشان تشتغل معاهم وتستفيد من خبراتهم. وهذا التعاون اللي كان موجود في هذه السنين لا زال اليوم نحن نتعاون، عندنا اعمال ايضا كبيرة ومهمة، ونجيب اساتذة من برا معانا سواء من الخليج او من العرب. نحن اليوم كيف الاستمرارية هي ما تصدفة، انت التأسيس عقبتي مسألة الاستمرارية اليوم احنا اذا ما استقطبنا هذه الخبرات المهمة والاساتذة المهمين عشان نرتقي في الدراما عندنا. واليوم صراحة نحن نقدر نفتخر باللي موجودين عندنا، صراحة صاروا ناس كتاب عندنا موجودين، عندنا مخرجين شباب نعم. موجودين، عندنا فنانين. هل الخبرات اللي تم استقطابها في البداية ساهمت بتأسيس أو يعني سوت الهدف المرجو من تواجدها؟ ما في شك، وهذا اللي تكلموا عنه الأساتذة، أكيد ما في شك. اليوم الأساتذة اللي موجودين قدامنا كانوا أيامها في سن أصغر وتجربة توها اليوم موجودة، اليوم هم أساتذة وهم يقودون اليوم فرق، ويقودون اليوم إنتاجات ضخمة ومهمة اليوم موجودة على تلفزيوناتنا وتلفزيونات الخليج. ما في شك اليوم كل الخبرات اللي استقطبت في هذه السنين لها تأثير، وتأثير إيجابي وحقيقي وملموس. شوف الكويت فيها، العفو قطعتك، معهد الفنون المسرحي، المعهد طبعا العالي. قاعد يخرج مثل ما ذكر دكتور يعني وجوه شابة وفنانين وكل شيء. نحن هني ربما يعني البديل كان عن المعهد هو هؤلاء المبدعين اللي أتوا كمخرجين صاروا هم المعهد. صرنا ناخذ دورات وورش تدريبية والله يعني من خلال أعمالنا معهم سواء في المسرح أو في التلفزيون. فلما أنت تجلس تحت إيد كذا مخرج وتعمل مع كذا عقلية وتوجه وفكر، أنت تأخذ عدة مدارس تكتسب منها خبرة كبيرة، فإنك أنت اليوم تعرف يعني سواء في المسرح أو التلفزيون أنت وين رايح، في أي اتجاه ماشي، شو المادة اللي بين إيدك تقدمها، القيمة الفنية اللي تبغي تقدمها سواء في التلفزيون أو في المسرح. نتكلم عن الجزئين. فإحنا كسبنا كثير في مسألة أن إحنا نتعلم من هؤلاء الأساتذة. وأهم في الموضوع مثلا المسرح يعلمنا شيء نقدر نطبقه على مسألة التلفزيون. يعني مثلا الله يرحمه مثل الأستاذ قاسم محمد، هذا دراماتور كبير في المسرح، يعني يبدأ معاك من الصفر، يألف معاك نص مسرحي حتى يظهر على خشبة المسرح. هذا الشيء نفعني مثلا في التلفزيون، اني كيف انتقي نصوصي التلفزيونية وبعدين تقيس وين اللي يمشي الآن مع أي توجه، مع أي فكر، مع أي. فأنا أعتقد أن مثل ما تفضل أخوي عيسى الخبرات هذه عملت لنا أكاديمية لوحدها. دكتور حبيب، من أبرز الأعمال المنوعة اللي أيضا تم تقديمها كإنتاج إماراتي سلسلة البرامج المنوعة اللي قدمها الفنان القدير داود حسين. في ذيك المرحلة يعني مو من المنطق أن يكون الاستعانة بنجم إماراتي حتى يقدم هذا النوع من الأعمال، أو إلزام المنتج الكويتي اللي هو داود حسين بممثلين إماراتيين يشاركون هذه؟ أنا ما أعتقد أن المسألة لها علاقة إذا كان كويتي ولا إماراتي ولا غيره، هو وضع الفنان الحقيقي الصحيح في مكانه الصحيح. يعني داود نجم، ويعني إحنا نقيمه بأدائها باللي يقدمه، سواء أنت ككويتي كيف تقيم داود حسين، أنا راح أقيمه بنفس الطريقة، لأن احنا نقيم الإبداع المتمثل في هذا الشخص اللي هو داود حسين. وبالتالي يعني أنا مثلا والأستاذ أحمد الجسمي من أكثر الناس اللي حظينا ب يعني تجارب كثيرة في دولة الكويت. من أيام كنت أنا أدرس في المعهد في 83 اشتغلت مع مخرجين الله يرحمهم، يعني معظمهم توفوا، عبد العزيز المنصور الله يرحمه، كان الأستاذ مطر شو اسمه الله يرحمه، والاستاذ فؤاد الشطي ايضا كان يخرج تلفزيون. ففي بعض الاسماء اللي احنا تتلمذنا على ايديهم واحنا لسه طلبه. يعني القصد ان سواء احمد الجسمي يمثل في الكويت او داود حسين يمثل في الامارات، احنا نبغي ان يكون الممثل احنا نقول فت في هذا الدور مناسب. فداود يعني هذا
يعني مع تقديرنا لكل ما يقدم في الدراما، الا انه بيت الحقيقي هذا اللي هي الاوبريتات او البرامج المنوعه. بس ما كان مثلا في طلب ان يا داود استخدم مثلا الفنانين الاماراتيين معك في بقيه الفقرات او بقيه الحلقات الخاصه في البرامج المنوعه هذه؟ هل يعني يكون في نوع مثلا من التعاون، بمعنى ان انا ابيك تنتج في الامارات بس استخدم ممثليني؟ يعني شوف، هاي سياسه طبعا ثانية ما كانت متوفرة يمكن في ذاك الوقت. يعني اليوم مثلا احنا مثلا إدارة التلفزيون، الحين الأخ عيسى مثلا قاعد. الأخ عيسى مثل ما يقول لنا، أتصور يعني، وهذا أنا ما حضرت هذا الشيء، بس مثل ما يقول لنا احنا، يقول لنا يعني يا ريت يكون في بعض الوجوه من الفنانين سواء من الكويت أو خارج الكويت يكونوا موجودين في العمل. وهذا حق أظن. أنا أتصور لما يجي منتج كويتي ممكن يقول لي نفس الكلام، يقول لي يا ريت أيضا يكونوا في فنانين إماراتيين، لأن هذا التعشيق اللي احنا نسميه هذا مهم. لا، القصد أن حق للفنان الإماراتي أن يتواجد في الأعمال هذا أكيد اللي تنتجها. في فترة من الفترات كان هذا يعني شرط من شروط الإنتاج، هو هذا تقدر تشرطه أنا أعتقد، بس هذا الموضوع يمكن موجه حق أخوي عيسى، لأنه بالفعل مثل ما ذكر أخوي حبيب الآن في إدارة أستاذ عيسى دائما يعني يوجهون بمشاركة الفنان المحلي، لأن حقيقة أقول لك يعني اليوم أنت تبغي نجوم على الساحة، وشئنا ما بينا نرجع للموضوع الأولي قلت قدرنا أن النجومية طالعة في الكويت. الفنان الإماراتي من حقه أن أيضا على كثرة هذه الأعمال أنه ينجم. لما يصير الانتاج الخليجي انتاجنا، يعني انتاج محطاتنا، انتاج تلفزيون ابو ظبي، انتاج تلفزيون دبي، هناك شرط على الاقل 20% ان يشارك هذا الممثل الاماراتي، بس في شيء شرط فني ايضا انه يناسب الدور، صح، ويناسب وضعه. اي انه ما يتم وضع الممثل الاماراتي في مكان ما يناسبه. استاذ عيسى، شو اللي كان ينقص في ذيك الفتره، في مطلع التسعينات او منتصف التسعينات، المنتج الإماراتي أو التلفزيونات الإماراتية حتى تكون أهم وأبرز؟ والله شوف، أنا أعتقد أن هي كانت ولا زالت هي مهمة، يعني الإنتاجات اللي سواء كان استعانة اليوم في نجوم خليجيين أو عرب، أو الآن نحن مثل ما تفضلوا الأساتذة أن احنا اليوم قاعد يصير مزيج جميل ما بين اليوم نجومنا وممثليننا والنجوم الخليج أو حتى الوطن العربي، أو حتى الوطن العربي. يعني احنا خلينا نقول لك، يعني خلينا نرجع سؤالك من التسعينات، أنا أعتقد احنا اليوم قاعدين نجني هذا الكلام اللي صار في التسعينات. نحن في هذه السنة مع الأساتذة الأستاذ أحمد الجسمي في عائلة عبد الحميد حافظ، نعم، مع هيا عبد السلام وفؤاد علي وبطولة الأستاذ أحمد وماجد، نعم. اليوم كانوا في عمل واحد، الدكتور حبيب اليوم في مسلسل الزقوم. طبعا اليوم كم هائل من النجوم الإمارات والأستاذ الكبير اليوم سعد الفرج وغيره من النجوم الباجين موجودين. أيضا عين الذيب، وهذا كله إنتاجات تلفزيون أبو ظبي. موجود في داود حسين اليوم الأستاذ الكبير، وكم هائل مجموعة بالضبط من النجوم الخليج والإمارات تحديدا. بل بالعكس، احنا يمكن في عين الذيب تحديدا الادوار الرئيسيه كانت اكثر عن 60% موجودين من الامارات، وايضا في الزقوم عدد كبير مهم، وايضا كعدد الابطال اليوم انتم في عائله عبد الحميد حافظ. فنحن اليوم قاعدين مع بعض نسوي هذا المزيج الجميل اليوم بالاتفاق. اليوم كل منتج ايضا هو يطرح ويبغى يتبنى فنان او فنانه على اساس باكر تحسب مش للتلفزيون فقط. التلفزيون اليوم شغل الشاغل اليوم ابراز اليوم الدراما الاماراتيه والخليجيه والعربيه بهذه المنتجين والنجوم الموجودين عندنا. فالتعب والناس اللي تعبوا في التسعين، أنا أعتقد أن احنا اليوم قاعدين نجني هذا التعب ونبغي نستثمره حقيقة حق السنوات الجاية وحق الأجيال الجاية، أنه كيف راح يكون شكل الدراما أصلا موجود. نحن حتى السنة الحين نحضر لرمضان طبعا، وقاعدين في نفس الكلام، ونقاشات ترى
ما عليك. انا بعرف هذه النقاشات. اوه هاي الله لا يراويك. شوف انا اقول لك وين من يتغلب فيها؟ لا انا اقول اللي لك يدفع طبعا. العقل في النهايه لا يمكن كل حد بيكون راضي صحيح. ولكن احنا نغلب المصلحه العامه لان اليوم مصلحتنا كلها وحده. صحيح. وين ما اشتغل اليوم الاستاذ احمد الجسمي، الدكتور حبيب وباقي المنتجين اليوم أكيد. موجودين في الامارات، نحن في تلفزيون ابو ظبي فاتحين الابواب صراحه كثر ما نقدر. اليوم ندعم. اليوم الاستاذ احمد رمضان طاف اشتغل عمل خليجي، الدكتور حبيب اشتغل عمل خليجي، سعيد بومانع اشتغل عمل خليجي، السلطان النيادي، يعني كل الاعمال كمنتجين اماراتيين يعني اشتغلوا اعمال خليجيه بالضبط. ونجوم خليج معانا اليوم وغلبنا النجوم الاماراتيين والممثلين في هذه الاعمال كلها. يعني لا شك ان وجود اليوم استاذ عيسى مهم جدا، لان احنا قاعدين نتكلم اولا عن ارقام وحقائق واثباتات، وامامنا نموذجين من الفنانين والمنتجين، وعندنا نموذج اللي هو تلفزيون ابو ظبي. قد يعني نكون احنا اخذنا مثال او نموذج اللي هو تلفزيون ابو ظبي، ولكن لا نغفل ولا ننسى ان هناك ايضا محطات تلفزيونيه في الامارات الى جانب تلفزيون ابو ظبي، نفس تلفزيون دبي، تلفزيون الشارقه، وتلفزيون الشرقيه من كلباء، وكثير من المحطات. تسمح لي، تلفزيون دبي على ما اذكر في فتره معينه بوجود يعني الاستاذ عبد اللطيف القرقاوي لما كان هو مدير الدراما، انا اذكر انه كان في شرط في تلفزيون دبي لاي منتج كويتي خليجي تحديدا، لانه خلينا واقعيا يعني الكويتيين هم اللي ينتجون، لازم يكون في 2 ممثلين اماراتيين. اقل تقدير الله. وكلنا استفدنا. يعني تيني انا والاستاذ احمد او مروان عبد الله صالح او غيره وبلال عبد الله، ما ادري كلهم استفادوا. وايضا الممثلات يعني سواء سميره او هدى الخطيب، بدريه، فاطمه الحسني، كلنا استفدنا من هذه البادره. وهذه بادره كانت موجوده في هذا احد وسائل الانتشار للفنان والنجم الاماراتي. وهذا احنا اليوم نطالب فيه، اذا ما كان موجود فليكن موجود. يعني اليوم الانتاجات اللي موجوده في الكويت، وخلينا واقعيين اليوم يعني على مستوى الخليج ما في الا الانتاجات الدراميه الا في الكويت والامارات من زمن طويل طبعا. واليوم طبعا السعوديه بفضل هاي الطفره اللي صايره في السعوديه. لكن الركيزه الاساسيه هم الكويت والامارات. فاحنا نطالب اذا ما كان موجود على الاقل ضمن المنهج الموجود او الخطه الموجوده، احنا نطالب هذا الاستاذ عيسى ايضا موجود. ترى هذا جميل انك انت يجيك منتج تقول يا اخي هذا حق، هذا انا اعتبره حق بصراحه. واحنا اقول لك يعني انا موجود الان هذا استاذ عيسى. انا قلت لك احنا اليوم عندنا نماذج موجوده في رمضان الماضي. قد يعني لا يكون شرط، ولكن انتم تعملون على هذا. بالعكس احنا اليوم دور اساسي عندنا ان احنا اليوم ندعم الفنان والمنتج الاماراتي، وهذا قاعدين نحاول نسويه بكل صراحه ما استطعنا. يعني في خطه موجوده، ولذلك ما في موسم رمضاني الا في منتجين اماراتيين موجودين. وحتى يعني الموضوع وسع انه بكيف انه مش الا مسلسل محلي فقط، مسلسل خليجي صحيح. فموجود. بالعكس هذا صار يعني اذا صح التعبير شيء من الاساسيات اللي هي موجوده عندنا. من المعروف ايضا مثل ما قال الدكتور حبيب بشكل من اشكال الدعم ان دوله الامارات العربيه دعما لصناعه الاعلام والمحتوى والدراما انشات مدينه الاعلام، وهني ايضا كان في استقطاب لاهم المحطات الخليجيه والعربيه اللي تواجدت في هذه المدينه. استاذ احمد، شنو الفائده من تواجد مدينه بتلك الشكل، وهل فعلا هي تعد شكل من اشكال الدعم للاعلام الاماراتي؟ يعني احنا محظوظين ان في كل اماره عندنا هناك مدينه اعلاميه. نعم. في دبي في مدينه، وفي ابو ظبي وتسمى بعض المنطقه الحره الاعلاميه.
ابو ظبي، دبي، الشارجه، عمان، الفجيره، راس الله. الخيمه، كلهم موجودين. كلهم موجودين. الان الفائده 100% فيها فائده. اذا ما كانت ملموسه على المستوى المحلي فاحنا نشوفها على الانتاج. قصدي الانتاج. يعني مثلا مدينه دبي للاعلام كل المحطات العربيه والعالميه موجوده فيها. واكبر مؤسسه هي MBC. يعني الان تم التحويل والانتقال الى الرياض. ولكن كانت يعني طوال السنوات الماضيه تدير محطاتها وقنواتها من هنا. ابو ظبي احنا يعني اذا في الوطن العربي سمعنا عن موضوع الربط اللي هو الدعم المؤسسه الانتاجيه اللي جاي من برا، بدات في ابو ظبي. الان نسمع احنا برا يعني في السعوديه مثلا يدفعوا وغيره وغيره. كل المؤسسات العربيه تنتج اعمالها في ابو ظبي طبعا لصالح الامارات. بس قول لي موضوع او قصه الربط شنو يعني؟ ان تدفع 30% من ميزانيه من اللي يدفع؟ الحكومه. المؤسسه 2454 هي تتبع المنطقه الحره للاعلام وتدعم الانتاج في ارض الامارات. يعني هي من ناحيه اخرى سواء تصور في دبي او ابو ظبي او في ابو ظبي. دبي لها دبي لها وضعها مختلف. عندهم استوديوهاتهم. عندك دبي للاستوديوهات من اضخم الاستوديوهات في الشرق الاوسط. تستطيع انك انت تعمل في خلاله. الان شمس هي ايضا مدينه الشارقه للاعلام تدعم الانتاج السينمائي المحلي. هناك ورش، هناك دورات تدريبيه وهكذا. عجمان والفجيره هناك قنوات فضائيه كثيره تنطلق من خلال. فانت في المنطقه الحره انت لك بعض المواصفات او المميزات اللي ممكن انت ما تقدر يعني خارج المنطقه هذه تقدمها. بس العفو يعني هم صحيح هاي المؤسسات موجوده يعني مؤسسات شبه خاصه او شبه حكوميه خلينا نقول، لكن الى الان ما تم الاستفاده من يعني وجود الانتاج الدرامي الاماراتي بشكل حقيقي. يعني شنو اللي يعني كل المراكز اللي قال عنها الاستاذ احمد سواء في ابو ظبي او دبي او غيرها، نعم، الى الان ما تمت الاستفاده لا من طرفنا نحن من صوبنا استفدنا منهم ولا هم استفادوا منا. شنو وسائل الدعم للمنتج الاماراتي؟ هي مؤسسات موجوده قلت لك شبه حكوميه، وبالتالي تحاول تدعم بعض الاعمال اللي تصور داخل الامارات. علشان انتم اعمالكم قاعد تصور داخل الامارات. بس احنا اماراتيين، اما غير الامارات اللي يصور داخل هو عشان لا ياخذنا الحماس اكثر. يعني احنا مثل ما قلت لك اذا كانت الفائده ملموسه وغير ملموسه هو هناك في توجه وخطه موضوعه. قد يكون الخطه هذه انا يمكن اشوف يعني بشكل. قول استاذ عيسى. خليني اقول لك شغله. نرجع لسؤالك اللي سالته قبل اللي هو تعب الاساتذه اليوم في التسعينات والوقت اللي طاف هذا وشو الاستفاده اليوم. اليوم انا اقدر اقول لك اليوم الامارات بشكل عام هي صارت من افضل الاماكن اللي انت ممكن تصور فيها، سواء تبغي مسلسل او تبغى تصور فيلم حتى لو فيديو كليب. اليوم من افضل الافلام العالميه والمسلسلات سواء كانت امريكيه او هنديه او شو ما كان تتصور في الامارات. انا اعتقد هذا نحن اليوم يعني حرزنا تقدم مهم ان نحن تكون ارض الامارات تستقطب كل هذه الانواع اليوم الفنيه اللي تكون موجوده عندنا. المستقبل اكيد راح يكون افضل حتى من الحين، واللي قاعد يخطط اكيد قاعد يخطط لشيء افضل. بالضبط وابعد. اليوم لما كل الدول هذه والفنانين كبار وعالميين يقول لك ابغى اصور في ابو ظبي او في دبي او في شارجه وين ما كان. هذا شو معناته؟ معناته اليوم طيب انت اليوم احنا كفنان اماراتي، انا كفنان اماراتي او كمنتج اماراتي، كيف اقدر استفيد في هذا المكان مثل ما يستفيد اي منتج اخر برا؟ صدقني الباب مفتوح. اليوم خليني اقول لكم شغله. عندنا اليوم كنموذج اليوم اذا بنتكلم انا يعني ابى اثني على اخونا اليبهوني منصور. قاعد ينتج. شنو سوى منصور؟ سوى كثير اشياء. سوى انت اشتغلت معه بعد عز المنصه. هو اهم الاعمال العالميه يعني انتج افلام عالميه. بالضبط. سيزون حق نتفليكس. بالضبط. اشتغل كثير. مسلسل المنصه. بالضبط. والان عنده تجربه مهمه مع اصحاب الهمم وفي الامارات، واستفاد من كل هذه الاشياء اللي هي موجوده وقاعد يقدم لنا نحن حتى في التلفزيون
هو يشوف التلفزيون جزء مهم من الاشياء اللي لازم تطلع اعمال عندنا موجوده، واحنا على تواصل مثل ما نتواصل مع الاساتذه الموجودين. انا اشوفه من ناحيه يعني اكيد احنا نشوف كنا نفس الزاويه، ان اللي جاي بيكون اكيد افضل حتى من الان. كل شو تبغى تسهيلات؟ احنا اليوم نشتغل معاك قاعدين نصور في مكان ما شاء الله ولا اروع منه. حصلت صعوبة أنت اليوم عشان تصور في الإمارات؟ لا والله بالعكس، يعني الكل كان متساهل ومتعاون أقول لك فوق السطح أنت. أصعب شيء كان دكتور حبيب فقط. انزل على الأرض وشوف أنت فوق السطح الحين. دكتور، يعني يمكن الأستاذ عيسى ذكر شغلة مهمة اللي لها علاقة في أن الشخص اللي يبي الدعم راح يحصل الدعم، ولكن خليني اقول لك شيء، انا ترى يوم كنت مسؤول اتكلم مثل عيسى. ايه انا اليوم مش مسؤول فماخذ راحتي. ها انزين، هذا اللي انا حابه، علشان كذي اليوم اصريت انه يكون في بينكم اختلاف. استاذ عيسى كمسؤول هو مختلف عنك في الراي، صحيح، وانت مختلف عنه في الراي، صحيح. وهذا الامر صحي، وهذا اللي ساهم بشكل كبير في ان احنا نصل الى الموضوع. أنا بقطعك، انا سوري، اول مره بقطع المقدم او المذيع. تفضل تامر. علشان اكون جريء. انا اليوم مو مقدم، انا اليوم ضيف كيف يعني؟ عشان اكون جريء شويه اكثر. خذ راحتك. اللي قاله استاذ عيسى صح 100%. لا يمكن توجد مؤسسات داخل الدوله مش لابنائها 100%. صح. واللي يقوله حبيب صح 100%. هذول ضد بعض. انا وين اروح؟ اقول لك شيء، المؤسسات الكبيره هذه لانها حديثه احيان كثيره مدراءها والمسؤولين فيها اجانب. هذا الاجنبي ما نظرته قاعد يطالع شو الدراما الاماراتيه او الفنان الاماراتي، بقدر ما هو واجبه يجلب الاعمال الكبيره من برا، الضخمه من برا. احنا نروح في رجلين. زين، يعني الدكتور والله تفسير صحيح. والله ترى على فكره تفسير صحيح يعني، او منطقي الى حد ما. لا شوف، انا قلت تجربه فيها ابو عبد العزيز. يعني المنصه من المسلسلات المهمة اللي إماراتي، وفي إمارات لبن عرب، إيه؟ وكان موجودين في فنانين إماراتيين وخليجيين وعرب. صحيح. وهذا أنتج، يعني أنت كل سير خطوطة الإنتاجية موجود فيها أبو عبد العزيز، والمنتج إماراتي ترى. وأنتج يعني خلنا أقول لك، أنا أشوفه عمل مهم جدا ومكلف جدا. وحصل دعم، ما عندك مشكلة. هي تصير مشكلة في بعض الأحيان، يعني اسمح لي، يصير قنوات التواصل ما تكون واضحة للبعض. اللي يبغي اليوم يروح، ترى مثل ما انفتح لأي واحد أجنبي مفتوح لأي منتج موجود، والدليل هذا احنا نتكلم عنه. وراح أزيد شيء، احنا في بعض الأحيان وتصير اختلافات ما بين الأساتذة، وهذا طبعا احنا متفقين، مش ما في اختلاف الحمد لله. يصير هو في باله شغله حتى لما تتكلموا، وانا اقول لهم انا فنان في النهايه حالي من حالكم. اليوم اوقات تقول له شغله، ونذكر بعض يوم من الايام ابو عبد العزيز كان مسؤول عن الدراما موجود، والدكتور حبيب كان موجود اليوم في الثقافه ومسؤول موجود. يصير شو يصير لما كيف نتفق على الراي اللي هو موجود؟ هو يشوف نفسه انه هو صح، في اوقات يتصل بي يقول لي يعني انتم الحين تعلموني عقب هذه السنين كذا. اقول له لا، هذه واحده من الحوارات. اقول له العفو، بالعكس ابو عبد العزيز ما حد علمك، انت استاذنا، وانا اقولها الحين قدام كاميرات عزيز وغالي يا حبيبي، والدكتور استاذنا. بالعكس قلت في لجنه، ونذكر بعض في المسرح نقول لجنه التحكيم لما تقيم عمل مسرحي هم 5 أشخاص وما يصير يتفقون، صح؟ ويقيمون عمل. وقد اللي انا لو انا كنت منتج او مخرج العمل اقول لهم يعني اللجنه ما شافت عدل، وقد ناس يقولون ان احنا معاي، فهذا طبيعي، ما عندك مشكله. واوقات لما نقول له تعال عملك هو هذا اللي نبغيه، يتفق معنا. تمام. الحمد لله احنا دائما متفقين، ويا رب اللي يكون افضل ان شاء الله. طيب دكتور، شنو اللي ينقص، بما ان يعني انت اللي يعني متحيز حق هذه الفكره، شنو اللي ينقص المنتج الاماراتي من المحطات التلفزيونيه الاماراتيه ومؤسسات الاعلام الحكوميه الرسميه؟ شوف، قبل لا نتكلم عن ينقص، احنا كنت كان نذكر الاخ منصور اليابوني
وذكر الأخ عيسى تجربة اللي هي التجربة الأخيرة اللي سواها، اللي هي عن أصحاب الهمم اللي هم أصحاب الإعاقة. نعم. والخطة كانت موضوعة 4 أجزاء، كانت يعني جزء عماني، فنانين عمانيين وبالفعل اجوا وسووا الجزء، وجزء كان بالسوري وجزء باللبناني وجزء بالإماراتي. فسوى العماني وسوى السوري، ولما جاي يسوي الإماراتي صارت شوية إشكالية في موضوع قدومهم أو تجمعهم وكذا، فسووه قلبوه سووه سوري. وأنا كنت موقع عقد، وهذا الأخ منصور موجود، إذا احنا ناخذه كمثال يعني الأخ منصور موجود وممكن يسأل، يا ريت كان موجود معنا. وأنا كنت موقع العقد وماخذ النص وماخذ ملابسي وموديها عندهم، بنصور بعد كم يوم، فخلصت الميزانية. فاحنا لما نحط مثلا مثال انه في دعم، اذا تخلص ميزانيه من منتج ما يقدر يكمل الجزء الاساسي اللي هو حاطه في باله، ويتم مع الاعتذار بالنسبه لنا واحنا كاتبين عقود بالتليفون. وهذا شيء مؤلم، يعني يصير مؤلم لسببين: انك انت معلق نفسك فتره طويله ومجهز نفسك ومجهز اغراضك انك بتشتغل، والشيء الثاني مؤلم ان في عمل مشروع اماراتي ما اكتمل، فصار اكتفى ب3 أجزاء اللي عنده والجزء الاخير راح. يعني القصد انه في ضرر، انت لما تكون متضرر صحيح احنا بينه وبين بعض نمشي الامور، ما عندي مشكله، يعني انا اقدم عمل حق عيسى يعتذر لي اليوم ما عندي مشكله، لكن مو بعقب ما انا اكمل اموري واكمل يعني واكتب عقود وكذا يعتذر لي، فالموضوع يصير شوي مؤلم. القصد انه احنا نتمنى ان المؤسسات يعني تحطنا، يعني انت سألت من البداية سؤال: هل كانت الخطة موضوعة ما في خطط موجودة، هي الامور تمشي بطموح ان احنا نسوي شيء للامارات، لثقافتنا، للحركة الدرامية، ونشتغل نجتهد. عيسى يجتهد كمسؤول، والاخ احمد يجتهد كمسؤول او كمنتج، انا اجتهد كمنتج او كممثل. يعني احنا نحاول قدر المستطاع أن ننهض باسم الإمارات والثقافة الإماراتية والحركة الدرامية. احنا شايلين على عاتقنا مسؤولية الدراما الإماراتية، احنا شئنا أبينا هذا واقعنا. احنا إذا صار لي أنا 43 سنة، فالأستاذ أحمد صار له 45 سنة 46 سنة في المجال، هذا عمر سنة بس أكبر منك بسنة، أكبر مني بسنة. أوكي، يعني أنت 41 يلا 44 سنة. فالقصد انه يعني احنا كنا حبا في هالارض وحبا في هذه الثقافه وفي اسم الامارات واللي تستاهل بصراحه، واللي تستاهل، واحنا كنا نجتهد. حتى الاخ عيسى قد يكون يشتغل اضعاف الشغل المطلوب منه، هذا يمكن مظلوم اكثر منه، لان لما كان في ساحتنا ممثل ويانا زميلنا صار مسؤول، كنا احنا الحين هو وهو كان يوم من الايام ممثل وشكواه مثلنا، يعني الحين صار. انا زعلان منك صراحه ابو فهد، كيف تصير هناك وتخليني انا والثور في الشارع؟ كيف ما تركبني وياك؟ زول مضطر، زعل كان تزعل، احمد ربك انت ما دعمتك بالسياره انت وهالثور اللي وراك، طرطرت مصاريكم بالشارع. بس ابوي ليش انا ايش خسري؟ الثور خسران ولا انا؟ 7 ثور، واحد ما علي 2 ما علي 7 ثور ينغلب، خبرني. حظ يا اخي، الحظ قوي عنده هو. انا اكلهم احسن الاكل واشربهم احسن واشتري اغلى التيران وهو يفوت برد مبرده. خلي الحين هذا اللي صار بتشتري ثور جديد ولا هالكيف؟ ايه طبعها الفلوس انا عايز اصرف على هالتيران هذه، العله ما بالتيران اللي عندنا، العله بالذباح تور راشد. لا بارك الله فيك انت والتور فوقيك. نحن اليوم ايضا يعني امام تحديات صعبه، لازم ايضا التفكير يختلف. شنو التحديات؟ التحديات الصعبه، انت في زمن اليوم المنصات الرقميه هذه طغت وقامت تعرض كل الاعمال العالميه والعربيه ومشابه ذلك. المنافس صعب، يعني نتفليكس، الشاهد جالسين ينافسون محطاتنا، كل محطه تعمل لها منصه رقميه يبغون يطلعون. المنصات الرقميه هذه ادت الى انتاجات مختلفه اللي هي السيزن، ال8 حلقات وال10 حلقات. ال8 حلقات هذه انتاجاتها اختلفت، يعني موازنة 8 حلقات قد يكون قدر موازنة 30 حلقة، لأن أنت تنتج إنتاج مختلف، لازم يكون ذات كواليتي عالي، ذات قيمة عالية، تروح اتجاه الأفلام. يعني في أشياء كثيرة، اختيار النصوص، جرأة النصوص. طبعا يعني أكيد الأعمال اللي لا توازيها، يعني اللي هي تتماشى مع الأعمال ثقافتها. فأنت لما تكون في اليوم
في هذا التحدي مع كل المعطيات اللي موجوده، الاعمال العالميه، حتى الاعمال العربيه، انت اليوم كيف تقنع الجيل الجديد انك انت قاعد تقدم عمل لازم يتابعك ويجلس ويشوف؟ هو من اول حلقه بيقيمك ويقيم مع الطرف الاخر. نعم. والله جريتوني في الكلام الى موضوع التسويق، ويعني يمكن كل دوله تهتم بالانتاج على التوازي ايضا بتصدير ثقافتها، ثقافه البلد، لهجتهم. يعني منو فينا ما تعلم اللهجه المصريه من خلال الافلام المصريه اللي عشنا عليها وتربينا عليها طوال السنوات. فالحديث دكتور جيل اليوم يتكلمون تركي. ايه من الاعمال التركيه، من الاعمال التركيه. بنتي تتكلم كوري من المسلسلات الكوريه. فهذا يدل على شيء، يدل على ان تاثير الفن، تاثير المجتمع. صحيح. السؤال دكتور، ما مدى صعوبه تصدير المنتج الاماراتي البحت بزيه، بازياء، بكندورته، بلهجته للدول العربية؟ الشاعر يقول: ورجل بلا مال جليل ليمال، حياة غصيصة وقيس العذاب. صح لسانه من شاعر، من له الابيات هذه؟ أمكلم. أنا أشهد أنك شاعر وما قلت شيء بعد. لا قلت الله. يقول الشاعر: كشفت الغطاء عن طوامي بحور، بشعر تهيا على كل باب. رجل بلا مال جليل ليمال، حياة غصيصة وقيس العذاب. ولا شب جرن الترشي بمحنة حناني، كما حاني القوس شاب. دنياك جيفة وصيه نتيفة، تقبل وتجفي شطل الضباب. وكم جبلت عادني بخيل، مشيح بها ما يدور ثواب. صح الله لسانك، أنا أشهد أنك شاعر. عليك زود. والله انا اشوف ان ابو عبد العزيز جاوب عن سؤالك. اليوم المنصات واعمالنا قاعده تعرض على المنصات، فمعناته نحن قاعدين نوصل لابعد مكان موجود. يعني اذا كانت صعوبه عند بعض الدول او بعض الاماكن انه هو يكون عنده تردد لاي قناه، اليوم صار اي موقع موجود اماراتي يوصل لكل العالم. فنحن ما اعتقد الان صارت صعوبه في توصيل الامارات بشكل عام. خلينا نقول في شق الدراما. موجود في حيز الدراما، موجود. هذا الحيز اللي احنا نقدر نتكلم عنه في جلستنا هذه اليوم. نحن اذا بنتكلم عن الدراما، انا اعتقد احنا اليوم الدراما الاماراتيه واصله كل مكان، موجوده. هل يتقبل المشاهد العربي اللهجة الإماراتية والزي والتقاليد على الشاشة بعد بسهولة؟ ليش مو أنت؟ لا أنا اسمح لي، أنا دعوة أيضا، يعني خلينا نكون يعني الجميع احنا مش مثاليين كثير، خلينا نكون صريحين أيضا. هذا الترابط اللي موجود كله بيننا والحب والمحبة هذه ما تقاس طبعا من خلال الدراما، لأن اللي فيه أكبر العلاقات مختلف. صحيح. لكن نتمنى أيضا أن المحطات التلفزيونية على الأقل الخليجية يصير نوع من تبادل الأعمال حتى أن تستقر عند أذهان المشاهدين. يعني تلفزيون الكويت مع تلفزيون أبو ظبي لما يتبادلوا في أعمالهم المحلية وغيرها، يعني هذا كان يصير في يعني قبل يصير درب الزلق وشحفان القط، ولما كانوا يتم المبادلة بينهم كان هذا. اليوم أنت تضع لي معايير، عفوا يعني وأكون شوية أنا أطلع ما أعرف يحسب عليه ولا إن العمل الإماراتي ذات صفة معينة ويحطوا له خصوصية معينة ولهجته معينة والعمل يعني خلينا نكون صريحين. أنا شوية خلينا أطلع شوية أبوح، يعني قاعد أنا أتكلم بس كذي. العمل الخليجي اليوم لما نتحدث عنه هو العمل الخليجي. إذا الخليج هو من الكويت إلى عمان وأقصى يعني أقصى مكان في عمان. اليوم مع حبي الشديد واحترامي وقبولي بحب، إذا ماذا العمل الخليجي؟ لا قبل معلومة، العمل الخليجي هو العمل الكويتي. نعم. اليوم وأنا أقوله وأنا بحب أقوله، بمعنى أن إحنا لما بعض الأعمال تعرض، الأعمال اللي تقول بتاعت بند الخليجي هي الأعمال اللي تعودوا عليها، وهذا قلنا قدرنا من الأول وإحنا راضين بعد القدر. لكن خلينا انظر للمحتوى، ربما هناك عمل إماراتي مهم جدا يتقدم، ليش ما يعرض في بعض المحطات؟ ما أبغي أذكر، لكن أستاذ عيسى
نتكلم عن شيء مهم. اليوم احنا ضمن الشروط اللي احنا نقدر نطور ونقدم جديه في عمل انتاجي. انا ممكن اسوق العمل الاماراتي حتى عن نتفلكس، شو اللي يمنع؟ او حق شاهد وحق المنصات الثانيه، بس ودنا ان القنوات على الاقل يصير نوع من هذا الاتفاق، نعرض عمل اماراتي في الكويت، يعرض عمل عماني في هذا، هكذا يعني. هذا اللي يخليني اقول ان هل هذا هو السبب اللي يخلي ان الاعمال الاماراتيه تعرض فقط على شاشاتها الاماراتيه؟ هل هذا هو السبب؟ يلا استاذ قول لنا. يعني انا خلينا نفصل سؤالك شوي. شو تقصد في الاعمال الاماراتيه؟ ما احنا شرحنا من شوي ان اعمالنا اللي هي موجوده الان قاعده موجوده في كل مكان. بس خلني اقول لك على شغله مهمه، مثلا عمل نفس القياضه على سبيل المثال مع عمل نفس الشهد المر، ذات طبيعه اماراتيه بحته، بمعنى الازياء واللهجه والقصه والاحداث تدور حول حتى ريح الشمال مثلا على سبيل المثال، عمل من انتاج استاذ احمد. استاذ بعته على محطه ثانيه غير تلفزيون دبي؟ ريح الشمال في تلفزيون دبي فقط، في تلفزيون بس دبي. الشهد المر انباع. ليش مثلا مو على تلفزيون الكويت والنجم اللي عندك في العمل مثلا كويتي محمد المنصور؟ ليش ما هو بعض الاحيان الجهه المنتجه، يعني هو العمل هذا انتاج تلفزيون دبي فيقوموا هم في تسويقه، في تسويق يعني. طيب بس مثلا عمل نفس الشهد المر، الشهد المر طال عمرك يتسوق وانباع في تلفزيون دبي. وين المحطات اللي عرض فيها الشهد المر؟ انعرض في الأوسن انهم. شوف اليوم يعني اسمح لي ما عاد الموضوع ان العمل الاماراتي ما يتسوق او بالعكس. كان في السابق ما يتسوق؟ لا في السابق انت عندك حاير طاير تسوق وانباع، وعندك شحفان تسوق وانباع موجود. هي انت اليوم مثل كل فتره من الفترات الله على حاير طاير وجابر نغموش يعني بالضبط. هذا اليوم انت تذكر اليوم حاير طاير وجابر نغموش اللي هو نجمنا اللي احنا كنا نحبه ونوجه له التحيه من خلال كاميراتكم. يستاهل. نعم ابو بشار اليوم موجود. احنا اليوم السنه عندنا مسلسل ساعي البريد بطوله جابر نغموش انعرض معانا نحن تزامن بالضبط. وين؟ على منصات موجوده ونشاف العمل، والان العمل راح ينشاف في قنوات ثانيه موجوده في خطه للترويج العمل وبيعه موجود. عبد الحميد حافظ انت منتجه ابو عبد العزيز العرب. بس عبد الحميد حافظ اللهجه كويتيه، خلينا نكون واقعيين. هو انتاج اماراتي، انتاج اماراتي بس اللهجه خليط يعني، بس مو خصوصيه اماراتيه. خلينا نتفق على شغله. احنا اليوم نبغى نسوق اللهجه الاماراتيه ونسوق الفنان الاماراتي ونسوق المنتج الاماراتي ونسوق الكاتب الاماراتي. فنحن اليوم اذا عرفنا العالم بهذيل كلهم موجودين كل الاشكال الموجوده، اعتقد احنا وصلنا شغله مفروض ان نحن نسويها ويا بعض ولا لا بعض. لا 100% انا معك. اليوم موجود. اذا تبغى تتكلم اليوم عن اللهجه الاماراتيه انت موجه العمل لمين؟ اليوم في كثير اعمال لدول كثيره، اما انت موجه العمل لمين؟ حق الاماراتي. انا بتكلم اللكنه الى صح التعبير الاماراتيه البحثيه الموجوده اللي انت بعد شوي لما بتشوف تقول هذا شيء يقول. احنا اليوم كل اللي في الامارات تبقى محليه بالضبط، كل اللي يتكلم في الامارات معروف في كل العالم الان صار. انت موجود العمل اللي هو القح. لما انت رحت اليوم ريح الشمال سنه كم؟ انا ممثل في 3 أجزاء اللي فيها. صحيح. اخر جزء قبل 14 سنه يمكن، هذا اخر جزء. زين في 2012. بالمقابل الشهد المر قبل 2 سنين اتسوق. انا بعطي اشاره على موضوع يمكن انا ليد فيه اللي هو ست الحسن. هذا انتاجنا. نعم. طبعا هو انتاج ام بي سي، خذوا عرضوا الام بي سي. اوكي بس هو تصور في الامارات. العمل انتشار رهيب. ولاحظ شيء وايد مهم، العمل تصور في الامارات، العمل فيه 70% ممثلين الامارات، والعمل فيه اللهجه الاماراتيه كانت واضحه. دكتور مرعي، فاطمه الحسني، هدى الغانم، مايد الجسمي، كل الشباب اللي موجودين فيه كانت اللهجه اماراتيه واضحه. سعيد سالم وين هذا ما يقدر يطلع لهجته. وابو ربيع حتى لما يا في الحياه لهم كانت لهجته ناس كثير في تويتر وفي غيره قالوا يا جماعه
هذا العمل الاماراتي لكن سمي كويتي. لا قلت يا جماعه هذا عمل خليجي، واللهجه الاماراتيه هاي واضحه ومعروفه ومفهومه وجميله. بس بطله العمل ونقدم لها التحيه هدى حسين طبعا يعني ليش حافظت على لهجتها؟ يعني انا بعطيك مثال، انت لأن مثلا احنا ما كنا عمل اماراتي، هو عمل خليجي وكنا اردنا تعمدنا ان نضيع الزمان والمكان في الزمان واضح يعني على اساس لا يحسب مثل ما قلت لك السيزون هذا في بعض المواضيع طرحه يكون صعب، ربما تكون كذا لكن 100% رقابيه مجاز. يعني شوف انا بس بقول لك على شغله، اولا انا متحيز جدا للامارات حاليا بما ان انا في ارض الامارات، واحكي بلسان زملائي من الفنانين والفنانات اللي قد يعني يتمنى ان يحظى بفرصه التواجد في الاعمال الخليجيه، ولكن يعني يجد صعوبة في تغيير اللهجة ويعني إذا بتكلم عن حضرتك مشاركتك في عبد الحميد حافظ، حاولت قدر الإمكان أنك يعني تتكلم اللهجة غصباً علي اللكنة تجرني. نعم قد ما يوقفني المخرج اللكنة تجرني يعني. دكتور حبيب، يعني في الأعمال الخليجية أو الكويتية، يعني مثلا أنت شاركت في يا أخوي وتكلمت اللهجة الكويتية، إنما الممثلين الكويتيين اللي قاعدين يجون هني في الأعمال الإماراتية أو حتى السعوديين أو حتى البحرينيين قاعدين يتكلمون اللهجة مالتهم، قاعد يحافظون على لهجتهم. شنو السبب؟ شنو المشكلة؟ مو سالفة سبب، يعني مثل ما قالوا الإخوان احنا ما ندقق وايد على موضوع اللهجة، حتى وإن كان الإنتاج إماراتي أو كان خلينا نقول عمل إماراتي. يعني على سبيل المثال أنا بعطيك، احنا اشتغلنا خيانة وطن، كان معنا الأستاذ جاسم النبهان ويتكلم بلهجته الكويتية العادية، ما حد حس ان هذا في فرق بين الاماراتي كلنا كاماراتيين والاستاذ جاسم النبهان، لان الموضوع اقوى من انك انت تفكر في اللهجه. كان هذه مسألة مهمة، انت المحتوى وهذا مدير المحتوى موجود، انت لما تقدم محتوى ما تفكر انت هذه لهجته. يعني على فكرة على مستوى الاعمال العالمية في كثير ممثلين بريطانيين يشاركون مع الامريكان، نعم انتاجات امريكيه، لكن انت يوم تشوف الفيلم متدفق وفي فكر خاص وفي عمل حقيقي، لا يمكن ان انت تركز في موضوع لكنه البريطاني، لان في لكنه بريطانيه ما تركز في اللكنه. يعني انا القصد ان المحتوى ايضا يفرض نفسه، وهذا العمل ولله الحمد عمل اماراتي، موضوع خاص اماراتي يخصنا، والله لا يعود هذه القضايا علينا مره ثانيه. آمين يا رب العالمين. لكن قلت لك هذه مثال جاسم النبهان معانا وهو ماخذ الشخصيه الرئيسيه لهجته. يعني انا الموضوع لازم يعني نفرق ما بين انتاج اماراتي او عمل اماراتي، ترى في فرق شاسع. انتاج اماراتي الحين مثل ما قال ابو عبد العزيز يقول على موضوع شو اسمه العمل اللي فيه الاخت هدى حسين اللي هو ست الحسن. ست الحسن من كثر ما كان العمل جميل وايقاع سريع، ما اعتقد في احد يجلس يفكر اذا هدى تتكلم كويتي أو اماراتي، احمد الجسمي او حبيب غلوم يتكلمون اماراتي. المحتوى وايد مهم، ولك انتج يعني شو تبغى تقول من وراء هذا العمل. يعني الرساله كثير مهم انك انت توصلها بغض النظر عن اللهجه. المشكله لما يكون العمل العفو يعني ضعيف، يبدؤون الناس يبحثون في الاشياء اللي الاقل اهميه، الى دشداش هذا لابس ما ادري شنو، هذا يتكلم ما ادري دشداشته، ما قال كندورته. اي دشداش، يعني هو انا قلب لسانه على دشداشه كندوره ثوب. هو لا شك مركز وياك، مركز على السؤال وعلى اني قاعد اتحكى مع واحد كويتي. هو في اليوم يعني مثل ما يعني تفضلت وقلتوا ان المشاهد اليوم صار جدا دقيق، يعني ابسط الاشياء يركز على ادق التفاصيل، ففتحت بند المنطق في الحكايه. شلون هذا تكون عائله اماراتيه ولدها كويتي، لا يعني ولهذا احيانا يصير نوع من ان ترص على الممثل هذا بان يحاكي نفس محاكاه اهله وعائلته وغيره تحت بند منطق الامور يعني. واحيانا حتى مثلا في السابق ما كانوا يهتمون في ان الاسره الواحده يكون لون البشره واحد. الحين صار لا في تدقيق ان انت ترى مثل ما قلنا الامور صارت واضحه عند الناس يعني. ما تبغي تصير بعد الناس قاعد يشوفون في اشياء واضحه كذي مو منطقيه يعني كلهم بيض وواحد طالع اصفر بينه يعني ايضا او العكس يعني.
انا قبل فتره اتصلت باحد الفنانين اللي شاركوا معي في الزقوم. نعم. يعرض له مسلسل يعني كلمه سوري يعني تافه. رديء تافه. بعد يعني شوي عليه. مسكته كلمته قلت له يا اخي انت مشارك في هذا العمل، كيف تشارك في هذا العمل؟ ما عنده جواب.